الحارس ده جري من قصر البارون في نص الليل وهو بيصرخ على كلمة واحدة: في حد فوق، وإن هو مش لوحده. أول ليلة شغل ليه هناك كانت آخر ليلة قبل ما القصر يتجدد ويتفتح للناس. كان مهجور سنين طويلة، وكل الناس اللي ساكنة في مصر الجديدة أو غير مصر الجديدة كانوا عارفين اللي هو مهجور. المكان ضلمة وصوته بيرد على نفسه. الحارس الجديد كان فاكر الموضوع سهل لحد الساعة 2 بعد نص الليل. سمع صوت خطوات بتمشي في الدور اللي فوق، خطوة خطوة خطوة. طلع يشوف الدور كان فاضي تماما، وهو نازل سمع نفس الخطوات، بس المرة دي كانت من وراه. وقف والصوت كمان وقف. مشي والصوت بعديها مشي. لف بسرعة ملقاش حد، بس حس بنفس بارد جدا قريب من ودنه. بالبلدي كده كأن في حد واقف قدامه بس هو مش شايفه. وقال له بصوت واطي: سيب المكان. الحارس نزل جري من غير ما يبص وراه حتى. تاني يوم قدم استقالته، ولما سألوه ليه بتقدم استقالتك قال لهم جملة واحدة: في حد هناك ومش عايز حد يعيش معاه. وأغرب حاجة إن القصر كان مقفول بالكامل، يعني مفيش أصلا أمن موجود غير هو الحارس ده. لو كنت مكانه كنت تكمل ليلة تانية؟ اكتب لي رأيك في التعليقات، واشترك في قناة حكاوي المجهول علشان تسمع قصص رعب وغموض حصلت فعلا في مصر. سلام.